هؤلاء يعني للأسف دخلوا في منظومة فشل منذ إقصائهم أمام الكاميرون في المونديال، وأصبحوا يلتفتون ويوجهون البوصلة إلى المملكة المغربية. كثر من فرحوا لعودة وليد الركراكي، ولكن للأسف هناك غضب كبير جدا يعني لا يطاق في الشقيقة الجزائر. ما فهمتش علاش زعما شاهدتم أن المدرب يعاقب وخا هو ما كانش شي حدث كبير جدا. اسمحوا لي، ما كانش حدث كبير جدا، يعني خلاف مع لاعب بمنتخب اخر وبغى يصافحوا بكل ادب. كنشاهدوا معي الناس اين شطحت وذهبت بعيدا ونسيت قضيه جمال بالماضي اللي اليوم ما بقاش عنده عقد مع الشعب ولا عنده عقد مع الاورو، ويطالب بمستحقاته الماليه حتى 2026. فمنظومه الفشل الاعلامي لدى الزملاء هناك في الجزائر تخرج مثل هذه الكائنات لتحدثكم بهذا الخطاب. اليوم ركراكي حول العقوبه، الرساله واضحه. نحات العقوبه ركراكي بعد مباريات نحات له، لانه المخزن اليوم نعاود نذكرها، انا جندي من جنود هذه الجزائر اللي تخافوا اليوم تهضروا، تخافوا تجوا تلاطوا باش تدافعوا على بلادكم، تخافوا بور لاجيري. المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا. المخزن عنده ابعاد دانئه، المخزن عنده ابعاد للتاثير على استقرار هذا البلد. المخزن بقياده لخجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر. ما نرسموا لي جواب تاعنا ما كنتوش قدها، معليش هذه كرة قدم. ما كانوش قدها لاعبي المنتخب الجزائري من أجل تحقيق التأهل عن مجموعة يتأهل منها 3 منتخبات، ولم يستطيعوا الحصول على حتى 3 نقاط، وانهزموا أمام الشقيقة موريتانيا في المباراة الأخيرة بكرة القدم، ليس بالمخزن وليس بالتحكيم. وهذا الأمور يعني يعرفها القاصي والداني. واليوم هذا الموال الذي يغنى على مسامع الأشقاء في الجزائر لم يعد يطرب. والله بدلوا شوية الخطاب. إن أردتم بناء ممارسة احترافية حقيقية في الكرة الجزائرية احنا كنعاودوها ونكرروها لكم، لأنه إلا بقيتم قابلين المملكة المغربية إناثا وذكورا، فئات عمرية الحمد لله، بنى تحتية، تظاهرات عالمية وقارية، أجي وتفرج. هذا عينة من العينات. شوفوا هذه العينة الأخرى تهي. اليوم يا حسام أتوجه لكل من يريد الأخوة المزيفة وكل تلك الأحلام التي يعيشها البعض، من لم يستفق لهذه المؤامرة التحاك ضد الجزائر من علاقة مباشرة بالمؤامرة. بيان سير، مؤامرة والمستهدف الجزائر حق. مرة أخرى الناس اللي يعول عليهم زي ما عندهم واحد الخبرة في الإعلام هناك في الشقيقة الجزائر لا زالوا يعني يكررون ذات الخطاب، المؤامرة، الطابور الخامس إلى غير ذلك. هذا لن يصلح الكرة الجزائرية. اليوم عليكم أن تفكوا الإشكال الكبير مع جمال بالماضي. عليكم أن تعلموا أن هناك براغماتية. ها هو الرجل الذي قال عندي عقد مع الشعب، ها هو اليوم عقده أصبح مع مالية الفاف، لابد من دفع أجوره، ومن ثم تبحثون عن مدرب، مرة زيدان، مرة رونار، مرة وحيد خليلوزيتش، البحث عن مدرب لقيادة سفينة المنتخب الجزائري. بعد ذلك عليكم التفكير بإصلاح المنظومة الكروية الجزائرية، وأن تدعوا المغرب ونظرية المؤامرة وأن هناك دولة تحيك لنا ربما المكائد. المغرب لا يلتفت لأحد، يعمل بصمت، ولا يوجد لحد الساعة عاقل يعني يمكن أن يتحدث بهذا الخطاب. استفيقوا من هذا السبات العميق وحاوروا وخاطبوا الناس بخطاب يقبله العقل. شر البلية ما يضحك للأسف. اللي بغيت نقول أنه اليوم المنتخب الوطني يسير بثبات، وأنه مباراة المنتخب الجنوب أفريقي من أجل التأكيد، وسنشاهد المفاجآت تستمر بكل صراحة في هذا الدور المفصلي الذي فيه خروج المغلوب. ولكن أيضا مرة أخرى برمجة مباراتنا تعطينا فرصة لكي نتعرف على الأقوياء كيف ظهروا في الدور الثاني، أي مظهر اكتسوه وأي أداء قدموه، ومن أجل أن نستفيد كما استفدنا في دور المجموعات من أخطاء الآخرين. وأعتقد أن عودة الركراكي كما قلنا في البداية ستشكل مفاجأة وخبر صار بالنسبة للأسود والأنصار من أجل مواصلة المشوار في هذا الكان. بدأ ربما العمل الشاق. نحن اليوم في ثاني الأدوار، خروج المغلوب. المنتخب الوطني تلقى خبر صار يتعلق الأمر بعودة المدرب وليد الركراكي بعد استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للعقوبة التي كانت من 4 مباريات، 2 منها موقوفة التنفيذ، ثم طبق غيابه عن المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام نظيره الزامبي، وتولى كما شاهدتم رشيد بن محمود.
زمام الأمور في دكة البدلاء. ولكن اليوم الحمد لله استئناف الجامعة يتوج بقرار من اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي بعودة وليد الركراكي الذي سنراه وجها لوجه مع هوغو بروس وهو مدرب المنتخب الجنوب أفريقي في قمة الأسبوع المقبل، قمة الدور ثمن النهائي الذي فيه أكون أو لا أكون وفي شرف البقاء في منافسات الكان فليتنافس المتنافسون. في جديد الأسود حصة تدريبية أخرى كانت اليوم. الحالة الصحية لزياش لحد الساعة يعني لا توجد هناك هواجس كبيرة جدا حسب بعض المصادر. الشاب يتعافى، يخضع للعلاج، غاب عن الحصة التدريبية ديال يوم أمس، يتدرب منفردا، ولكن الحمد لله مسألة التطبيب يعني يمشي فيها قدما. ونحن نعلم بأن لدينا جهاز طبي على أعلى مستوى داخل كتيبة المنتخب الوطني، فبالتالي نتمنى ونتفائل خيرا إن شاء الله أن يكون حاضرا في لقاء جنوب أفريقيا، لأنه لقاء يتطلب لاعبين من قيمة حكيم زياش بالموهبة الفردية التي يتمتع بها، المراوغات، التسديدات والعرضيات. بالفعل هناك مجموعة من العلامات الاستفهام التي تطرح، منها شكل المنتخب الوطني في شوط المباراة الثاني. هذا ما لابد أن نتفاداه أمام المنتخب الجنوب أفريقي. في شوط المباراة الأول نتمكن من الهيمنة والسيطرة وخلق الفرص والوصول إلى مناطق الخصوم، ولكن لا تكون غلة الأهداف كبيرة، والسبب في كثير من الأحيان اللعب الاستعراضي. اللعب الاستعراضي جميل، أوناحي يدير بيضاء اللاعب الخصم ماشي مشكل، ولكن اللعب الاستعراضي سلاح ذو حدين. لماذا؟ لأنه قد يؤدي بك إلى أن تكون الثقة عالية، وبالتالي تضيع على منتخب بلادك أن يتقدم بالنتيجة بهدفين أو ثلاثة، ثم تدخل في سيناريوهات صعبة وصعبة جدا. كنا نقول أننا نعم يعني لعبنا المباراة الثانية في توقيت أكثر من سيء، ثانية ظهرا بتوقيت الكوت ديفوار، حرارة مرتفعة، رطوبة كذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن رغم ذلك اليوم نحن سنلعب مباريات. في المباراة المقبلة ستكون في 8 مساء، يعني الأجواء لطيفة بعض الشيء، وبالتالي لن نجد الأعذار. المردود البدني للاعبي المنتخب الوطني جيد بعض الشيء، خاصة من خلال توزيع المجهود البدني على كافة أطوار اللقاء. بمعنى آخر لم نعد كما كنا في السابق نندفع في 45 دقيقة ونستنفذ ما لدينا من لياقة بدنية، وبالتالي ثم نذهب بعد ذلك إلى المعاناة التي تكون خاصة مع المنتخبات الأفريقية التي لديها بنية جسمانية قوية، ولديها أيضا قدرة على مواكبة كثير من الأشياء على مستوى مباريات كأس الأمم الأفريقية.